تعالوا بقى في فيديو النهاردة هنعمل عجينة القطايف الناجحة في البيت، وازاي تطلع معانا بمسام ضيقة، وهنشوف كمان ازاي نتفادى فيها اي اخطاء وهتطلع مقرمشة. يلا بينا نشوف الطريقة وعملناها ازاي. اول حاجة بحتاج الشربات. انا هنا عاملة شربات تقيل ومضاعفة الكمية، فاقول لكم كمية القطايف دي بس على كوبايتين سكر هنحط عليهم كوباية من المية عشان يطلع معاكم تقيل. هنبتدي نغليه بقى على النار، وهضيف عليه عصرة ليمونة وهسيبه لمدة 10 دقايق. هنا بقى هنحضر للعجينة. جبت كوبايتين من الدقيق، عليهم كده معلقتين كبار كده من السميد الناعم، سميد البسبوسة، ومعلقتين كده من اللبن البودر، لو مفيش ممكن نستغنى عنه، معلقة كبيرة كده من السكر، وهبتدي بقى احط نص كده معلقة من الخميرة ونص كده من البودر. هبتدي بقى اقلب كل المكونات الجافة دي، وهضيف بقى وهبتدي بقى هنا اضيف كوبايتين كده وتلت كده من المية الدافية. وبعدين هقلب بقى العجينه كده، ممكن نستغنى عن المضرب اليدوي ونقلبهم كده في الخلاط بقى. وهنا بقى بتبقى العجينه سايله بس بتبقى معلمه كده في المعلقه، وهنا بقى بصفيها بمصفى ضيقه عشان نتفادى لو فيها اي حاجه ما اختلطتش كويس. وهسيب بقى العجينه ترتاح لمده نص ساعه. هجيب بقى فوطين كده اكون محضراهم على جنب، هيكونوا جنبي عشان اغطي بيها القطايف. هبتدي بقى اسخن طاسه، تكون نوع الطاسه يكون كويس علشان ما تلزقش كده معانا. طبعا اول وحدتين ما بيكونوش يعني افضل حاجه ولا احسن حاجه، لازم يكون فيهم اخطاء لحد ما نتحكم بس في درجه الحراره. درجه الحراره هنا بتكون معانا متوسطه، يعني ما بتكونش عاليه قوي وما بتكونش هاديه قوي برضو. طبعا اول واحده انا وريتها لكم وهي في الفيديو طالعه فيها يعني المسام ما بتكونش هنا ضيقه، يعني لسه فيها لسه ما ظبطتش معانا. تاني واحدة ان شاء الله يعني هتطلع كويسة. هبتدي بقى يعني اوسطن كده النار. طبعا شايفين المسام بتطلع ازاي ضيقة من الحرارة فيها، والعجينة بتطلع مظبوطة برضو من تحكم الحرارة. هبتدي برضو احط واحدة كده معاكم، واول ما نشيلها بقى نحطها ما بين الفطين علشان كده ما تنشفش معاكم. هنحضر بقى الحشوة اللي هنحشيها بيها. جبت بقى شوية كده من السوداني وشوية كده برضو من الزبيب، طبعا كميات متساوية، وشوية كده كمان من جوز الهند، ومعلقة كده كبيرة من السكر، ومعلقة زيهم كده من القرفة. طبعا القرفة بتديها طعم حلو جدا، وهبتدي اقلبهم كده مع بعض. ودي الكمية بقى اللي طلعتها من القطايف. طبعا شايفين المسام ضيقة ولونها كده بيكون فاتح. طبعا انا هنا عملت كام واحدة برضو يعني مطلعوش مظبوطين في الاول زي ما قلت لكم. هنبتدي برضو نستخدمهم في الفيديو بطريقة تانية. هبتدي بقى احط هنا حشو القطايف. جبت بقى القطايفايه وهبتدي بقى اقفلها كده من تحت، واجيب بقى شويه كده من السوداني والزبيب اللي احنا عملناه. هبتدي بقى احطه كده في النص واقفله كده. طبعا العجينه مش هتفك ان شاء الله منكم، لازم بس نتاكد كده على تقفيلتها كويس. هبتدي برضو اعمل كمان واحده كده معاكم، هحشيها كده من الحشو اللي احنا عملناه، وهبتدي برضو اقفلها كده بالشكل ده. ودي بقى كميه القطايف اللي انا عملتها كده. هبتدي بقى نحمرها كده في الزيت. هبتدي بقى انزل كده بالقطايف في الزيت، وما يكونش الزيت غزير. واول ما تاخد لون بقى هبتدي اقلبها لحد ما تحمر وتبقى بالشكل ده. هنزلها بقى على مصفى، يا دوبك بس تصفي اي زيت فيها، وعشان ما نحطهاش بس مباشر كده على الشربات. وبعدين بقى هضيفها بقى الشربات كده، وابتدي بقى اصفيها من الشربات برضو، وهتطلع بالشكل الجميل ده. مش بتاخد وقت، هتطلعي طبق غير مكلف من كوبايتين دقيق بس، ولو اشتريتيه جاهز كده من بره بمبلغ فيلا بقى تشجعي وقومي اعمليه، وهتطلع كمان معاكي مقرمشه. وما كمان ما فيش ولا واحده كده فكت في الزيت، ده بيدل على نجاح العجينه. فاكرين بقى القطايف اللي ما كنتش يعني ظبطت كده معانا في الاول، انا قطعتهم لشرايط كده وحطيت عليهم، حمرتهم وحطيت عليهم شويه كده من الشربات. قطعت بقى شويه كده من الفراوله والموز وزينتها بزبده اللوتس. وبس كده. لو انتم وصلتم بقى لحد هنا ما تنسوش بقى فولو ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. دمتم في رعايه الله.